السلام عليكم الخوت، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله تعالى. اموركم هانيه، واخا راه كندوزوا بواحد المرحله اللي صعبه في هذه الاوقات، خصوصا على الناس ديال الشمال. ولكن ان شاء الله تعالى الامور غتكون بخير وعلى خير، هذا غير تفاؤل. وخلال التغطيه ديالنا لهذه الاحداث راه دائما كنحاولوا اننا نجيبوا لكم معلومات اللي صحيحه ونتحروا ما امكن، لان الامور كيف ما كتعرفوا فيها الصحيح وفيها الغلط. اولا قبل البدايه غنوجه واحد الشكر لواحد المنصه، لواحد الصفحه اللي هي قناه على اليوتيوب اللي هي لاله مولاتي، اللي كتقوم بواحد التغطيه اللي نزيهه وخدمه متقونه كيف ما كنقولوا، وكتغطي الموضوع بواحد الحرفيه. وكذلك بعض المنصات بحال هيسبريس اللي كانت ولا زالت كتواكب الخبر ديال المغرب من واحد الوقت واللي كبرت معنا. توجه بشكر خاص للدولة المغربية والحكومة والجهات المختصة على المجهود الكبير والمسؤول في تدبير الفيضانات، خصوصا ترحيل ما يناهز 140 ألف نسمة في ظروف صعبة، وهو عمل يعد مفخرة حقيقية للبلاد، ووفق المعطيات الدولية يعتبر تدخلا كبيرا يعكس الجاهزية وحماية الأرواح. وهو رقم قياسي اللي كيقولوا وصل حتى ل 154 ألف نسمة اللي ترحلت، وباقي عندها يعني مشوار طويل باش ترحل، واللي ما اعتمدت لا على دولة ولا على جهة خارجية، بل هو مجهود فردي محض ديال السلطات وديال ملك البلاد الله ينصرو، وديال حتى الجمعيات الفاعلة اللي كاينة دابا خدامة في أرض الواقع. راه مجهودات كبيرة ورائعة كتقوم بها الحكومة الآن. شوفوا البلدان المجاورة، شوفوا شنو وقع فيها، فباش الدوله المغربيه تجنب الكوارث كبيره في الارواح راه كتقوم بهذه المجهودات. راه نتوما ما عارفينش شنو كاين في الخلفيه، راه واحد المجهودات اللي كبيره وجباره، لانه المغرب غادي لقدام، فما خصوش يخلي فيها غلط بسيط بحال هكا، واخا هو غلط كبير يوقع. هو كيكتب تاريخ البلاد، فما خصش هذا الحدث يدوز بحوادث بشريه. وهذه راه بطوله مغربيه كما في البطولات ديال الكره. كذلك كتحاول المغرب الان انها تلعب في الميدان صحيحه، واخا كاينين بعض التجاوزات وكاينين بعض الخروقات، كاينين بعض الدواوير اللي تضروا في شمال، ولكن في المجمل راه ضروري وقع لنا هاد الاختلالات. وكنبغي نوه بعض الجمعيات الفاعله اللي كاينه في ارض الواقع. الجمعيه ديال نوال الفيلالي اللي سميتها يلا نتعاونوا، كاينين جمعيات بزاف غير هذه اللي مشهوره بزاف في المغرب، واللي بدورها كتنسق مع جهات مسؤوله في طنجه وفي اصيله وفي العرائش، اللي كتنسق معاهم على استقبال هاد الناس اللي جايين من القصر. وكذلك بكونها جمعيه معروفه ومشهوره، فهي كتنسق مع الناس اللي صحاب ترونسبور والناس اللي ميسوره وكتحب الخير. وهي من الناس اللي كترسل مساعدات للغابه الدبلوماسيه اللي متواجده في طنجه، والمخيمات ديال الخير اللي كاينه تما في طنجه. وبدورها هاد الفاعله الجمعويه كتنوب بواحد الشخص اللي هو مشهور دابا في السوشيال ميديا، وانا اللي كنعتبره اشهر واحد في المغرب في السوشيال ميديا اللي داير البوز. حنا ماشي شغلنا في اي تصرف استثنائي عند اي شخص. حنا هاد السيد اللي هو انا كنعرف عليه بانه كيدير الخير، واللي هو الياس المالكي. انا كنبكي حيت فرحانه. الله يجازيك بالخير اخويا الياس المالكي، والله يكثر خيرك، والله يرحم لك الوالدين. فرحتينا هاد الليله، يكون عام الله يبارك. عرفتو ما يمكنش ما تيقوش. انا كنبكي. اول حاجه ناري شكرا وحق الله، شكرا بزاف اخويا الياس، ميرسي بوك. ولا حمزه ولا هذا، شكرا لكم بزاف الياس، والله الله يجازيه بالخير. الاخ ديالو تواصل معايا، الحمد لله وشكرا لله. الله يرحم لي الوالدين. عرفتوا انا خارجه من دار ما دارش، حنا ماشي شغلنا، والناس باغا غير تدوي. في النهايه الناس ما كرهاش تطيح اي واحد احسن منها وفيتها، او دار اي حاجه اللي ما يقدرش هو يديرها من وحيد من الفقر. فالناس دائما كتعترض على اي حاجه كتحرك. وراه عطى لهاد السيده الفاعله الجمعويه، عطاه واحد 20 مليون، واللي وزعات المساعدات ديالها على 200 اسره. وسمحوا لي نوه في وقت الخوف وفي عز الفيضانات ديال القصر الكبير ما كان لا ضوء لا طرق لا امان، ولكن كانوا واحد الرجال شباب ما حبسوش ريوسهم وجابوا الجيسكي ودخلوا الماء باش ينقذوا الناس كبار وصغار. ما سولوش شكون المسؤول، ما تسناوش لا اوامر، داروا اللي خاص يدار بروح التضحيه والشجاعه. هادوك ماشي غير شباب، هادوك ابطال حقيقيين. القصر كبير فخوره بكم، والمغرب كامل كيحييكم. وسط الفيضانات ديال القصر الكبير ما كانوش غير الناس اللي محتاجين نجده، كانت حتى الحيوانات كانت كتغرق وتخاف، لكن كانوا ناس قلبهم عامر بالرحمه وما قدروش يخليو روح بريئه تمشي هكاك.
حماو القطاط، نقضوا الكلاب وشدوا الحيوانات من وسط الماء بلا كاميرات بلا مقابل. هادشي ماشي غير انقاذ، هادشي انسانيه حقيقيه، حيت اللي كيحمي الحيوان راه كيحمي الحياه كامله. كيف ما كتعرفوا الخوت، راه جوج عواصف اللي ضربوا المغرب. العاصفه الاولى اللي سميتها ليوناردو ضربت شمال افريقيا وشبه الجزيره الايبيريه شحال هذه، وساهمت في امتلاء السدود. اما العاصفه الثانيه اللي دخلنا لها دابا اللي هي مارتا، واللي دخلت هاد السيمانه، وهي منخفض جوي كيسبب امطار قويه ورياح وفيضانات، خصوصا في شمال المغرب مثل طنجه واللوكوس والريف. وملي كنقولوا منخفض جوي، وهو ضغط الهواء المنخفض هو اللي كيطلع للسماء وكيبرد وكيولد السحب الممتلئه بالماء والرياح. الا قلنا ضغط هوائي عالي راه مزيان، هو اللي كيهبط من السماء وكيسخن في الارض وكيبدد السحب. اذا اخوان، فيما تسمعوا في النشره الانذاريه منخفض جوي، عرفوا راه عباره عن شتاء اللي غتكون قويه، وغيكونوا رياح، ويقدروا يكونوا اعاصير لا قدر الله، ويكونوا فيضانات. وغادي يكون اضطراب جوي جديد ان شاء الله ابتداء من يوم الاحد ويوم الاثنين. غادي يعطي تساقطات مطريه تقدر تكون معتدله الى قويه في اقصى شمال البلاد. فوقاش غادي يطلع لينا الشميسه ونتهناو من الفيضانات؟ يعني امتى غيسالي هذا المنخفض الجوي باش يجي من وراء المرتفع الجوي اللي غادي يجيب الاستقرار والشميشه؟ وكيقولوا الخبراء بانه هاد الاثنين والثلاثاء راه غتكون الذروه ديال التقلبات الجويه، وهاد الامطار اللي غادا تكون في طنجه وتطوان واصيله والعرائش والقصر الكبير والشاون والزان تاونات سيدي سليمان. كيقولوا ايضا بانه غيجي واحد المرتفع جوي سميتو ازوري اللي غادي يزول العاصفه اللي حنا عايشينها الان، وغيكون الطقس مستقر والسماء صافيه، ويمنع تشكل السحب وهطول الامطار، واللي كيعبروه بالهكتوباكسال، يعني غيبلغ 1031 هكتوباكسال في الضغط ديالو. والضغط المعتدل اللي هو كيكون نورمالمون 1013 هكتو باكسال. وهذه البشرى خير ان شاء الله. ابتداء من يوم الاربعاء 11 فبراير غتبدا الاجواء في الاستقرار بشكل تدريجي، يعني الاربعاء هو بدايه النهايه ديال هذه الاضطرابات. المهم كخلاصه، الاثنين والثلاثاء لا قدر الله ذروه الامطار والتقلبات، والاربعاء بدايه الاستقرار، والخميس غيكون طقس مستقر في غالبيه المناطق، ونهاية الأسبوع أجواء هادئة ومشمسة بالكامل. والله ينعم على هذه البلاد بالهدوء والسكينة والاستقرار.